اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يوم جديد من ايامنا الحلوه وجبتنا الخفيفه اللذيذه. النهارده انا جايه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى، يقعدها علينا وعليكم الايام بخير يا رب، وعلى امه المسلمين اجمعين، وذنب مغفور ان شاء الله، وحج مبرور لكل حجاجنا. والنهارده هنعمل اول تجهيزات العيد يا جماعه. هنعمل ايه؟ هنعمل شيش كباب، او بمعنى اصح كباب، بس انا بقول شيش عشان ايه؟ احنا بنشيشه، يعني بنحطه في السياخ. تمام كده. هنجيب قطعيه لحمه من الكتف قطعيه اللحمه بتاعته بتستوي بسرعه. بصوا حته اللحمه عايزه تتاكل نيه يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، بالف هنا والف شفا. انا جايبه بسم الله ما شاء الله يعني حبه حلوين كده. هنقطعهم عباره عن مربعات، كيوبس كده، لا صغيره ولا كبيره، متوسطه، عشان ما تنشفش منك وعشان تستوي في نفس الوقت بسرعه، وتمشي على حسب الانسجه بتاعه اللحمه، تقطعيها على حسب انسجه اللحمه. تمام. وهقول لك برده تركيه تانية في التتبيله هتخلي لك اللحمه دي طريه طراوه. كل اللي هياكلها يقول لك يا لحمتك طريه كده ليه؟ يا لحمتك بسم الله ما شاء الله دايبه كده ليه؟ تعالي نشوف ايه التركه. يلا بينا. هتجيبي لي بصلتين متوسطين او بصلتين كبار، تاخدي ميتهم، هتحطي التتبيله، هتحطي البهارات، ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، مستردة، ايه تاني؟ اللهم صل على النبي. ملح، احنا قلنا ايه؟ فلفل اسود، ملح، توم باودر، بصل باودر، مستردة، 4 معالق زيت. 4 معالق زيت. والتركه بقى اللي هتخلي لك لحمتك دي طريه وجميله وبتلمع وحلوه وفيها اللون الجولد الحلو ده، نص كوبايه حليب ضيفيهم، وبسم الله ما شاء الله اتفرجي على طراوه اللحمه، وادعي لي بقى وقولي في الكومنتس عملتيها وطلعت زي ما انا قلت ولا لا. ماشي يا جماعه. وانا بالنسبه لي، هل مين زيي بيحب العيد؟ مش العيد بمعنى اصح، كل الاعياد طبعا ما شاء الله حلوه، بس انا بحب الكعك اكتر من اللحمه. يا ترى مين زيي؟ قولوا لي في الكومنتس. هنا يا جماعه المقادير، اللي عايز ياخدها سكرين شوت ياخدها اوكي ويحتفظ بيها عشان يعملها ان شاء الله. وجربوها بجد بجد، هتعجبكم قوي قوي قوي. اوكي. وبس كده. وكل سنه وانتم طيبين، ويعودها علينا وعليكم الايام بخير يا رب. ولو عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان القناه تكبر معاكم وبيكم. واشوفكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي. نسيت، هنا يا اما تشيشيها وتحطيها في الفريزر او في الطب من تحت،